تريح شوية عشان ده مشوار طويل قوي. الله يسامحك يابا، الله يسامحك يابا. قلت لك اديني 2 جنيه يابا اجيبهم حاجة يابا، قلت لي مش كفاية التعليم والاكل والشرب. الله يسامحك يابا. يلا انا راح اشوف يمكن عاوز حاجة في الزرعة. ايه ده فلوس كتير، ده فلوس كتير. اللهم صل على النبي. ده اروح بقى ازغلل وبغلل انا واخواتي واصرف واجيب اللي انا عايزه كله. بس انا ناسي حاجة، وصية ابويا، العهد اللي عهدهون ابويا. قال لي احنا مش هناكل حرام، احنا مش هناكل حرام. انا راح اقول له على الحقيقة. جاي ليه يا فاروق؟ والله جيت قلت اجي لابوك يكون عاوزني في اي حاجة ولا محتاجة. مش ابوك قالك تعالى المغرب؟ والله جيت يمكن عاوزني في اي حاجة ولا محتاجة. انت مخبي ايه ورا ظهرك يا فاروق؟ مفيش حاجة. مخبي ايه ورا ظهرك يا فاروق؟ وريني جاي. مفيش حاجة. وريني. والله ما فيه. قول لي الحقيقة يا فاروق. اقول لك الحقيقة يا رنين، انا لقيت الفلوس دي على الطريق ده، والشيطان قال لي روح اصرف انت واخواتك وبغداد وكل واشرب وهات اللي انت عايزه كله. بس انا قلت وافتكرت اللي هو وصية ابويا، قال لي ما تاكلوش حرام والعهد اللي عاهدهن ابويا. والله كلامك صح يا فاروق. يلا واحد. يلا بقى يا فاروق نروح نقول لابوك الحقيقة. السلام عليكم يابا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك يا ولدي، طول عمرك يا فاروق يا ولدي، طول عمرك يا رهيم يا بنت. اقعد يا ابن ولدي، اقعد يا ولدي، اقعد يا بنت ريح. ايه يا فاروق مالك الآن ليه؟ أنا مش قلت لك يا ولدي ما تجيش إلا المغرب؟ جاي ليه دلوقتي يا فاروق؟ لسه بدري على المغرب. والله قلت اجي لك احسن تكون عاوزني في الزرعة ولا حاجة. طول عمرك يا ولدي. اللي معاك دي يا فاروق يا ابني؟ دي فلوس يابا لقيتها هناك على الطريق الشرقي ده. ورينك ده فلوس كتير يا ولدي، ما شاء الله. ده كله عشرينات يا ولدي، كله عشرينات يا ولدي. ده ليقوا 2000 جنيه ولا أكتر يا ولدي. لقيتها فين يا ولدي؟ لقيتها على الطريق الشرقي. لا إله إلا الله. حد شافك يا ولدي؟ لا والله. لا إله إلا الله. طب رأيك كده وقت يا رنين نعمل إيه في الفلوس اللي لقاها أخوك دي؟ رأيي ان احنا نبلغ عليها في التلفون. على النت يعني؟ ايوه. طيب خاطرك يا بنيتي، طيب خاطرك يا بنيتي. وأنت يا فاروق رأيك إيه؟ رأيي زي اختي. طيب خاطرك يا ولدي، طيب خاطرك يا ولدي. فاكرين يوم قلت لكم عهدتكم بعهد الله والخاين عليها الله وكانت امكم قاعده وانتوا الاربعه، قلت لكم ما تاكلوا حرام ابدا وانا عايش وانا ميت؟ ايوه يابا احنا منسين. وهتنسى العهد ده ابدا؟ لا مش هننساه خالص. ممكن الفلوس دي تكون واقعه من واحد مريض ولا واحد محتاج ولا واحد يكون عليه سلفه ولا دين. صح يا فاروق يا ولدي؟ صح يابا كلامك صح. صح يا رنين يا بنيتي؟ ايوه صح يابا كلامك صح. الله يطول في عمركم ويبارك لي فيكم يا اولادي يا حبايبي يا نور عينيا. الله يبارك لك فيكم. انا كده دلوقتي هعلن على النت، هنزل منشور وخبر على النت واشاركه في كل الجروبات، وهعلن اللي انا لقيت فلوس ابن لقيها على الطريق واللي يجيب امارتها والبيان بتاعها ياخد فلوسه. وطبعا بقى لو محدش ظهر لها نعمل ايه يا فاروق؟ نعمل بها اي حاجة، نحطها في الجوامع نوزعها على الناس الفقراء. رايك في راي فاروق يا بنيتي؟ رأيي زيه يا يابا. هو كلامك يا ابن زين والله. حطها في مسجد، في جمعية خيرية، نجيب بها كل دير سبيل عام، مثلا نديها الفقراء. طب ولو حد ما ظهرلهاش يا فاروق يصح لنا ناخد حاجة منها؟ لا مش هناخد حاجة. وانت يا رنين يا بنيتي؟ لا مش هناخد يابا. والله لو كانت كنوز الارض يا بنيتي ما هناخدها. ولا ربيكم على الحرام يا ولد انت وهو. الحرام بيعلى يعلى يعلى
ويتنسف مرة واحدة، لكن الحلال باقي، القليل الحلال باقي. وزمان قالوا جماعة كبار دخل الحرام على الحلال ليكسره، فأتى الحرام على الحلال فبعصره. يبقى احنا عايزين طول عمرنا نعيش في الحلال يا ولدي، صحيح؟ ايوه صحيح يابا. انت يمكن صعب عليك من الصبح يا فاروق يا ابني، لما انت قلت لي عايز 2 جنيه اجيبهم حاجه، جبت ولا حاجه، وانا قلت لك ما معيش يا فاروق، صعب عليك. ايوه عايز ربنا رزقك بفلوس، لو واحد غيرك كان خدها، بس الشيطان كان هيوزيك طبعا. ايوه كان هيوزينا. قال لك ايه الشيطان؟ قال له روح اصرفها وبغلال بقى انت واخواتك واشتري بقى اللي انت عايزه كله. ما الشيطان ده ولد حرام مش كده؟ ايوه يابا. عايز يدخل الناس كلها النار يا بنيتي. ايوه يابا. خلاص احنا اتفقنا على كده، احنا هننزل منشور على النت ونشوف الناس، واللي يجي يا مرحبا يجيب امارتها، ما كداش زي ما اتفقنا. ماشي؟ ماشي يابا. اتفقنا يا ولدي؟ اتفقنا. اتفقنا يا بنيتي؟ ايوه يابا. تعال ناخدكم في حضني يا اولادي، تعالوا طول عمركم، سلم خاطركم يا اولادي مره كمان. والنبي مشتاق لكم قوي، انتوا امنا، يجملها بالستر معايا ومعاكم دنيا واخره. الله يبارك فيكم يا اولادي، كما بارك في نهر النيل العظيم. الله يبارك فيكم يا اولادي كما بارك في نهر النيل العظيم يا اولادي.